4 حلقات من ورد وشوكولاتة اتعرضوا لحد دلوقتي. صناع المسلسل قالوا إنه مستوحى من أحداث حقيقية مع شوية خيال، بس ما علينا. المهم إننا اتشدينا وتوترنا من الأحداث والشخصيات. حبكة هايلة وحوار مكتوب بحرفة من السيناريست محمد رجاء، والمخرج محمد العدل بيحكي ده بشكل متماسك يخليك مشدود طول الوقت. المفاجأة الأكبر في المسلسل كانت زينة. أداء ثابت، انفعالات في مكانها، وقدرتها إنها تنقل إحساس مروة بكل التفاصيل المختلفة اللي بتمر بيها الشخصية. زينة بتثبت إنها واحدة من أهم نجمات جيلها. يمكن النضج ده بدأ يبان سنة 2022 في مسلسل الليلة واللي فيها للمخرج هاني خليفة، لما قدمت دور رشا الجريء والصادم وقتها. الواضح إن محمد رجاء فاهم قدراتها وبيعرف يقدم لها أدوار بتبرز موهبتها. عموما نجاح زينة في التلفزيون مش صدفة. احنا مش ممكن ننسى أبدا دور هنا في حضرة المتهم أبي قدام العظيم نور الشريف. نجاحها ممكن يكون متقطع أحيانا، في تذبذب في الاختيارات، لكن لما بتختار صح وخصوصا مع مؤلف ومخرج فاهمين قدراتها بتوصل لحتة تانية وبتنجح نجاح كبير. احنا بس عايزين نقول لزينة ركزي عشان اللي جاي أحسن أكيد.